رسميا لحظة تتويج جامبا أوساكا ببطولة كأس آسيا 2 لموسم 2026 في ملعب الأول بارك. رسميا يرفع الكأس، والله فضيحة. ارفع جامبا أوساكا، ألف مبروك أوساكا الياباني بطل كأس آسيا 2 في ملعب الأول بارك أمام لاعبين نادي النصر. جابوها بالروح بس ما جابوها بالأداء. عاجل مصيبة كارثة حلت بالنصر في هذا الملعب منذ استيلاء النصر استحواذه على هذا الملعب في 22 إلى الآن 6 سنوات لم يحقق أي بطولة على هذا الملعب. جامبا أوساكا اليوم، الهلال، الدرعية، الأبطال اللي خذوها، الأهلي، الزمالك، ريال مدريد، انتر ميلان، نابولي، ميلان، لاتسيو، البوكا، الأرجنتين. 12 نادي ما بين منتخب ونادي. النصر يوم الخميس عنده نهائي الحلم امام ضمك الدوري، اذا ما خذ بطوله الدوري من الان اقول لك يا نصراوي 10 سنوات لا تفكر انك تحقق بطوله. صدمه نفسيه، كل ما تهج هجت مع النصر. ان شاء الله النصر يفك العقده ويوم الخميس يحتفل بهذا الملعب. انا عمري في حياتي ما شفت اللي انا شفته ده. نادي النصر شفت معاه اسوأ حاجه في الدنيا. يعني ايه انا كنت هاخد الدوري امام المنافس واجيب جول في نفسي في اخر دقيقه، والنهارده بخسر نهائي بطوله دوري ابطال اسيا 2 قدام جامبا أوساكا. يا جدعان انا لاعب 44 مباراه طول الموسم سجلت فيهم كلهم، النهارده مش عارف اسجل جول. يا جدعان النصري احنا لو بناكل اليتيم نفسه، لو بناكل اليتيم مش هيحصل معانا اللي بيحصل ده. يا جدعان ايه ليه كده ليه كده ليه كده؟ لا ده مش طبيعي يا جدعان اللي بيعملوا النصر، وربنا ما طبيعي. انا ما شفتش كده فريق في الدنيا يا جدعان حرام. يا دي النصر اقسم بالله اللي انت بتعمله في جماهيرك حرام حرام حرام. هتموتنا يا نصر، هتموتنا. يعني حضرة جناب سعادة معاليك يا عالمي، ده انت بتلعب في بطولة سهلة يا اخي، حاجة كده شبيهة بالدوري بتاع يلو بس على شكل اسيا. وصلت للنهائي قدام خصم سهل اسمه جامبا أوساكا تقريبا، نادي ياباني اول مرة انه يحقق البطولة. بتلعب واخد بالك على ارضك، الجمهور معاك وجورجينا كمان معاك يا عم كريستيانو رونالدو. يعني انا لو مكانك هنزل اسجل هاتريك. جورجينا قاعده في الملعب، ينفع دي تروح زعلانه؟ ينفع جمهور النصر السعودي كله يروح زعلان وهو بيلعب بطوله نهائيه على ارضه؟ انت بتلعب دوري ابطال اسيا النخبه 2 مش 1 يا عمي. انت في اقوى مواسمك يا سيدي، انت في كل مبارياتك بتسجل، في اي بطوله بتسجل. اشمعنى المباراه دي؟ اشمعنى المباراه دي؟ النصر السعودي لو اتعمل له بطوله يا شباب وهو بيشارك فيها وحيدا هيطلع برضه الوصيف، هيطلع برضه التاني، لان تقريبا ده اسمه سحر اسود. لما النصر السعودي النهارده يصنع 4 فرص محققه وضيعهم كلهم، يشوط 6 تسديدات على المرمى على الحارس الياباني اللي انا بشك انه كل ربع ساعه يغيروا واحد غيره، هم كلهم شبه بعض. ما انتش عارف الحارس في كل تسديده عمال يصد 6 تصديات، الناحيه الثانيه ما صنعوش ولا فرصه. هي الفرصه بتاعه الهدف الوحيده اليتيمه بنت اليتيمه من اسيست الراجل التونسي عصام الجبالي صاحب ال 34 سنه، واحد من افضل اللاعبين في المباراه النهارده. وهي تسديده واحده طول المباراه شاطوها على المخروم ابن المخرومه اللي اسمه بنته، سجلوا هدف. وكل سنه وانت طيب على كده. خط الدفاع النهارده بتاع النصر كله خط كسكسي، خط تحس كده انه سهل جدا وشفاف ان هو يخترق كوره ملهاش اي 30 لازمه، وكان ممكن ان النصر يحافظ واخد بالك على الشوط الاولاني انه يخرج 0-0 على الاقل. اما خط الهجوم ايه التخاذل ده يا شباب؟ ساديو ماني، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، الواد واخد بالك المفكوك ابن المفكوكه اللي اسمه كومان اللي نزل ده ما حسيتش بيه. عبد الرحمن غريب يطلع ليه؟ واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في النصر السعودي ده ما كانش يطلع يا عم جيسوس. حتى خيسوس دوت واخد بالك رمى البورد وتنرفز وتعصب عشان النصر برضه ما ياخدش بطوله دوري ابطال اسيا 2 يا اخوانا. طب نعمل ايه تاني؟ كل الظروف النهارده كانت ضدك، ده حتى المعلق كان معاك كان ناقص يصلي ركعتين ما بين الشوطين يدعي ربنا ان النصر ياخد بطوله. حتى حكم المباراه النهارده كان معاك رحيم ونوعا ما. ولكن انت بقى انت في ايه؟ انا نفسي افهم فين كريستيانو رونالدو؟ فين يا عم كريستيانو رونالدو انك تسجل هدف واحد بس؟ ارتقاء وحيد. كريستيانو رونالدو برضه بيضيع النهارده، والواد جواو فيليكس بيضيع، ساديو ماني بيشوط في الشبكه من ورا، عبد الرحمن غريب حاول نوعا ما. ولكن تحس ان فريق النصر
ده معمول له سحر اسود، ده ولا عمل ولا نيل، سحر منيل ب60 نيله. وغالبا ممكن يتعادل مع فريق الضمك السعودي في الدوري، عشان الضمك محتاج نقطه واحده عشان ما يهبطش. وتبص تلاقي الهلال اللي كسب النهارده 2-0 يكسب المباراه الجايه، يبقى فريق النصر يخرج ملتي بطولات، 0 بطولات بعد الهيصه دي كلها. يعني أندية استثمار السعودي كلها اللي اتصرف عليها، واخد بالك، الاتحاد السعودي، الأهلي السعودي، الهلال السعودي، ما بين البطولات بتاعت آسيا والبطولات المحلية، يا أخي كلهم خدوا بطولات. اشمعنى أنت يا عمي؟ اشمعنى أنت يا عم؟ هو مال يتيم؟ يعني هي الفلوس مبسوط فيها؟ يعني حلال على الأهلي والاتحاد والهلال، وأنت اتصرف برضه عليك فلوس كتير، وبرضه انت زي ما انت مش عارف تحقق اي بطوله. انا مش فاهم والله العظيم. احس ان نادي النصر السعودي ده في حاجه غريبه، في حاجه مهما يتصرف، مهما يعني احنا جبنا المدرب اللي هو بتاع الهلال اللي خد بيهم معظم البطولات، يجي الراجل هنا برضه الراجل تحس ان شعره خف، تحس انه خلاص قرب ان يجي له زهايمر، تحس ان فاضل له دقيقتين ويمشي يكلم نفسه في الشارع زي المجنون. قال لك هعمل ايه؟ المشكله في الفريق مش فيا، انا بعمل كل حاجه وبنزل تكتيكي وكل حاجه، والدنيا مترقبه. التسديده النهارده بتاعت جواو فليكس في الشوط الثاني، يعني لو كانت سنه بس قريبه ما كانتش هتخبط في القايم، وكان ممكن النصر يتعادل وكل شيء. هارد لك لجماهير النصر السعودي، وهارد لك لمحبين كريستيانو رونالدو. كنا نتمنى ان انت تستر نفسك ببطوله قبل مونديال كاس العالم حفاظا، واخد بالك، على معنويات اهلك، ولكن واضح جدا ان هي النهايه.